السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا الكرام، جبنا لكم العقيق اليمني المزعفر، عروق العقيق اليمني المزعفر والشجري زي ما حضراتكم شايفين، زي ما انتم شايفين الألوان الخلابة. سبحان الله تبارك الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو اهو الكبدي الدموي الشجري اهو، الشجري يا حبيبنا زي ما انتم شايفين اهو الشجري، تشكيلات ربانية، رسومات ربانية سبحان الله. عروق احبابنا الكرام، احجام كبيرة زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين، يعني نعتذر ان احنا مش بنقدم لكم كل فترة حاجة، لان ضغط شغل والله غصب عنينا. يعني شايفين جمال العقيق اليمني، تبارك الله تبارك الله. بص احبابنا الكرام، العقيق ما يظهرش الا لما ترش عليه ميه زي ما انت شايف كده اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا تمام اهو. زي ما انتم شايفين سبحان الله، دي بسوس ثقل رباني سبحان الله، زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام احبابنا الكرام، العرق بيبقى قطعة كاملة زي ما انتم شايفين كده اهو، كده ايه، تبقى قطعة كاملة من ايه، شايفين الخطوط الحمراء دي اهو، المزعفر يقول عليه العقيق المزعفر. شايفين الخطوط الحمراء دي تبقى جوه الفص كده من جوه، تدي جمال خلاب سبحان الله. الجذع اهو اهو، حاجة يعني تبارك الله. يعني احنا كل حجر صدعناه عشان نشوف لكم، نوريكم الجمال بتاعه من الداخل. شوفوا حضراتكم والله حاجة تبارك الله احسن. تمام. الحلقة الجاية ان شاء الله هنجيب لكم حلقة كاملة عن الهبهاب النازف الافريقي، موجود عندنا ان شاء الله، وموجود عندنا الماس الاسود، الثلاث انواع بتوعه شفاف تمام، واللي هو فيه عروق ماسي تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، اشتركوا في القناة، مش مشترك ادعمنا عشان نجيب لكم كل جديد، كل جديد تشاهدوه معانا زي ما انتم شايفين تبارك الله. حاجة يعني ايه، بسم الله ما شاء الله. تمام، بصوا يا حبايبنا، نقرب الكاميرا على دي تبارك الله. بيبقى شبهه الحجر الصوان، شبهه بالظبط، لكن ايه اللي يفرق عنه، ان هو حاد جدا الحجر الصوان، حاد كالسكينة او كالشفرة تمام. بعد كده بيبقى عليه زي طبقة شمعية من فوق، غير كده خالص. يعني هو بيبقى باين سبحان الله، يعني العقيق باين عن الحجر الصوان. عشان ايه، ممكن واحد يجيب حجر صوان ويصوره شبهه بالظبط، لكن عليه طبقة شمعية يختلف. شايفين احبابنا الكرام، بصوا ركزوا كويس في الحجر، شايفين الخطوط الحمراء دي اهي اهي تمام، دي يقول عليه العقيق المزعفر زي ما انتم شايفين. تمام تمام، يعني ان شاء الله
الحلقة الجاية جايبين لكم محتوى جميل رائع، حاجة حلوة. تمام، مش هنقول لكم ايه هي عشان نعملها مفاجأة، واللي بعديها ان شاء الله هنجيب لكم الهبهاب. تمام، بصوا هو الشجر يا احبابنا الكرام، سبحان الله. بصوا تشكيلات ربانية، سبحان الله، سبحان الخالق. ما استقلش ده لسه. تمام، هذه الأحجار لم تثقل بعد. تمام أحبابنا الكرام، بصوا. تمام، بصوا هذه القطعة يعني الواحد خلاها احتفظ بيها لنفسه. سبحان الله، ثقل رباني. في ناس هو يقول لك أنا عايز حجر يكون مصقول ثقل رباني. يعني ثقل رباني يعني محدش لعب فيه، هو يقول لك ثقل يدوي. بصوا أحبابنا الكرام، بيحتاج تلميع بس. بصوا الفص ده جماله، بصوا مجزع ازاي من الداخل. سبحان الله، هو مشكل على هيئة فص. يعني نحاول نعمله سلسلة كده إن شاء الله بإذن الله. ده يبقى تشكيل رباني. في ناس هو اللي يقول لك لا أنا عايز فص، شكل تشكيل رباني حاجة زي كده مثلا. تمام، شكل تشكيل أهو مسكول ثقل رباني. سبحان الله، أهو زي كده أهو. تمام.